السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. النهارده يا بنات باذن الله هنعمل التحلية السكرة دي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، والاحلى ان هي تعجب ولادك ان شاء الله. اول حاجة هنعمل الكراميل عشان نسيبه يهدى كده على جنب. تمام. هجيب حلة تكون ألمونيا او حاجة تكون فاتحة لونها فاتح، ونبدأ ان احنا نكرمل فيها السكر بتاعنا لغاية ما نوصل للدرجة العسل دي. اول ما السكر بتاعي الكراميل كله هنزل بمكعب زبده، وافضل اقلب فيه لغايه ما مكعب الزبده كده يدوب معانا. هكون مجهزه معايا كوبايه ميه مغليه. انزلي على الكراميل بميه مغليه عشان ما يتكتلش معاكي ويدوب معاكي بكل سهوله. بعد ما انا نزلت بالميه المغليه ما شاء الله داب خالص اهو، مفيش فيه اي تكتلات. هجيب نص كوبايه ميه ادوب فيها معلقه صغيره من النشا، وابدا ان انا اقلب في اتجاه واحد لغايه اما اوصل للقوام ده. شايفين ده الكراميل المظبوط. هناخده كده على جنب ونسيبه لغايه اما يبرد خالص. هنجهز مع بعض بقى الكنافه. ممكن انك تحمريها على البوتاجاز او تحطيها في صينيه في الفرن. انا بحب تحميرها على البوتاجاز. لو انت عاوزه تحطيها في الفرن هتنزلي بكوبايه سمنه ومعلقتين سكر وتدخليها الفرن تتحمص. شايفين ما شاء الله تبارك الله. اهم حاجه تكون ايدك فيها على طول لغايه اما نوصل للون الذهبي الحلو ده. اول ما خلاص نزلنا اللي وصلنا اللون الذهبي هننزلها على طول من المقلايه عشان ما تكملش تسويه، وننزل عليها بمعلقتين سكر ورشه من الفانيليا، ونبدا ان احنا نقلبها ونسيبها لغايه اما تبرد خالص. لغايه اما تبرد هنجهز الكريمه. عندي هنا كوبايه ونص من الكريم شانتيه، هاخد عليه كوبايه كبيره من عصير المانجا المركز. ضربته في الخلاط من غير ولا نقطه ميه وصفيته، وبدات ان انا اضربه بالكريمه بتاعتي لغايه ما وصلت القوام ده. هجيب بقى القالب او الصينيه اللي انا هسوي فيها اللي انا هفرد فيها الكنافه. ابدا احط طبقه من الكنافه وطبقه من الكريمه وطبقه من المانجا. تمام. وبالراحه خالص واحنا بنشتغل مع الكنافه عشان ما تتبهدلش معانا، بظهر الاسباتيولا كده او بظهر معلقه، ونبدا اللي احنا ايه نركز المانجا مع الكريمه. وابدا انزل بطبقه الكنافه التانية. شايفين يا بنات؟ بظهر المعلقه، كل شغلي بظهر المعلقه. بعد ما نزلت بالكنافه ابدا انزل بطبقه كريمه كمان بكل سهوله. وما شاء الله تبارك الله طعمها حكايه يتقال فيها شعر كده من جمالها. ده الكراميل. هنعمل ظهر المعلقه كده ونبدا اللي احنا ايه نفرد الكراميل بتاعنا. ما شاء الله تحفه. الذواق ده حسب رغبتك، لو انت عاوزه تقدميها كده على طول زي ما انت عاوزه، بس انا حبيت ادلع شكل الصينيه. ما شاء الله حكايه. هسيبها في التلاجة كده ساعة ساعتين، بس انا استعجلت عليها. الكراميل كان لسه سايح. لما تسيبيها في التلاجة ما شاء الله الكراميل بيمسك وبيبقى زي الفل. جربوها يا بنات وباذن الله هتعجبكم وتعجب ولادكم. يا رب النهارده تكون حلقة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.